والخبر السادس بيقول عقول الرجال والنساء متشابهة على حسب قول البروفيسورة جينا ريبن. الخبر اللي بعديه حريق في مصنع البي سي بي يثير شكوك حول توفر سامسونج جالاكسي اس 5. سبب وجود كاميرتين في جهاز ال HC1 2014. يمكنك شراء جهاز بلاك بيري مؤمن عن طريق الحكومة مقابل 2770 دولار. الخبر الأخير جهاز ايفون مرصع بالذهب والماس بقيمة 1 مليون دولار. الخبر السادس بيقول عقول الرجال والنساء متشابهة على حسب قول البروفيسورة جينا ريفن. صرحت أخصائية الأعصاب إن مفيش أي أساس علمي لبعض الخرافات أو الأساطير اللي بتقول عدم قدرة النساء على قراءة الخرائط وعدم قدرة الرجال على الاهتمام. والاستنتاج اللي توصل إليه كثير من العلماء على مدى التاريخ إن الجنسين كبنية مختلفين من ضمنهم برضو العقل، إلا إن تصريح الدكتورة بينبه ناس كتير إن عقل الرجال والنساء هو مشابه جدا لبعضين، بس اللي بيفرق ان طريقة الاستخدام في بعض الاحيان بتختلف من الرجل والمرأة. الخبر اللي بعديه حريق في مصنع بي سي بي يثير شكوك حول توفر سامسونج جالاكسي اس 5. في حريق هائل دمر مصنع في انسيونج كوريا الجنوبية. المصنع ده كان متعاقد مع شركة سامسونج لتصنيع البي سي بيز او البرنتد سيركت بوردز او لوح دوائر كهربية المطبوعة اللي كانت مخصصة لإنتاج السامسونج جالاكسي اس 5. والأضرار قدرت إلى ما يقارب 1 مليار دولار في المعدات، على الرغم من جهود 279 إطفائي حاولوا يسيطروا على الحريق. الحريق تم اكتشافه في 7 صباحا من يوم الأحد، وعلى الرغم من وصول موكب عربات الإطفاء بعد دقائق قليلة جدا من الحريق، إلا أن كل شيء من يتضمن المعدات والمكونات دمرت. وبوجود 279 إطفائي وحوالي 81 عربية إطفاء تم السيطرة على الحريق بعد 6 ساعات. وسامسونج صرحت ان مش ده المصنع الوحيد اللي هي كانت متعاقدة معاه لينتج لها البي سي بي، ومش هيأثر على ميعاد اطلاق جهاز سامسونج جالاكسي اس 5 اللي هو مزعم اطلاقه في 11 ابريل العام الحالي. الخبر اللي بعديه سبب وجود كاميرتين في جهاز HC1 2014. الجهاز الجديد كليا يحتوي على كاميرتين، معظم الناس كانتش تعرف ليه الا قريب جدا. نظام ثنائي الكاميرا ما بين قوسين يسمح للمستخدم اللي هو يختار نقطة التركيز وينشئ تأثير بوكي اللي هو يبقى جزء من الصورة واضح والجزء الباقي عبارة عن بلير او نغمشة كده. والتأثير بوكي دوت مرحلة من مراحل تأثير جاوس. الكاميرا توفر تأثيرات بتقنية 3D، فرضا ان التأثيرات دي تعني اكتر من ان هي تصور فيديوهات وصور بتقنية 3D. HTC كانت عندها تليفون بالنظام الثنائي الكاميرا والتقاط صور بتقنية 3D قبل كده. التليفون ده كان اسمه HTC Evo 3D، لكن التليفون ده ما نجحش ما اداش بشكل كويس. ولكن يبقى اللي احنا نشوف ان رهان HTC دوت هينجح ولا لا، بالاضافه اللي فيه تفاصيل كتيره احنا لسه ما نعرفهاش زي وضوح الكاميرا، الاوبتيكال ستابلايزيشن او وضوح الضوئي، جوده الفيديو الى اخره. وايضا التليفون هيكون متوفر بدول ليد ودول كلر فلاش مع التليفون. الخبر اللي بعديه يمكنك شراء جهاز بلاك بيري سيكيو سمارت مؤمن عن طريق الحكومة مقابل 2770 دولار.
شركة بلاك بيري معروف انها بتقدم اجهزة او هاند سيتس بمستويات من الامان عالية جدا، ودوت السبب اللي يخلي كثير من الشركات والهيئات الحكومية بتعتمد او بتستخدم الهاند سيتس اللي بتقدمها الشركة، على الرغم من حقيقة ان الاجهزة الاخيرة للشركة متأخرة في نطاق التقنية عن شركات اخرى تانية، الا ان التليفون اللي هو 6 سيكيو سمارت جي ام بي اتش بياتي بافضليه اللي هي الميزه الخاصه بالامان، اللي بتعمل فقط اذا كان الطرف الاخر من المكالمه عنده نفس مستوى الحمايه، ولو ما كانش بنفس المستوى هيبقى انت معرض يحصل لك هاك او اختراق زيك زي اي تليفون اخر. ودوت بيثير الجدل صراحة بعد الحادثة المشهورة بتاعت ان الولايات المتحدة الامريكية تجسست على كبار القادة الاوروبيين واستحواذ على بعض المكالمات. والتليفون دوت ليه صورة شهيرة ان المستشارة الالمانية كانت اتصورت وهي شايلة. الخبر الاخير جهاز ايفون مرصع بالذهب والماس بقيمة 1 مليون دولار. الفريق الكيميست اللندني يثبت ان هو اثبت ان هو يتحصل على حجر الفيلسوف، اللي هو يزعم ان هو يحول اي حاجة يلمسها الى ذهب عن طريق تحويل الجهاز الايفون 5 وليس ال 5 اس الى جولد. التليفون دوت بيصل قيمته الى 1 مليون دولار او ما يوازي 600 الف استرليني. التليفون دوت بياخد 5 شهور من الصناعة اليدوية لكي يتم انتاجه، وهو سيتم انتاج 2 تليفون بس، واحد هيتباع في لندن والتاني في رياض المملكة العربية السعودية. ولكن اذا كان التليفون دوت رخيص بالنسبة لك فيمكنك شراء التليفون الايفون ابو 15.3 مليون دولار اللي بيكون فيه ماسة اكبر عند زرار الهوم. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الحلقة من اخبار التكنولوجيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. ان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسيبكم مع الصورة الاخيرة.